لو احنا النهارده شايفين ان في اماكن بعيده البوابه هتبقى بعيده عنها، احنا بس الموضوع مش عايزين نسيبها سداح مداح اي حد يدخل منها. خد بالك ده في ساعات ناس بيدخلوا السوق المصري احنا بنحافظ على ماشي ساعات الرئيس. لحظه ماشي احنا قفلنا هنا الحته دي كلها حرام، وقلت حتى عشان كده فرحنا بالنسبه للكشاك السلاله كتير. احنا حاليا بيوتنا كلها اي حد غريب احنا كلنا نطلع نجري عليه. ساعات احنا لو قفلنا هنا وقفلنا هنا حافظنا على المنطقه. ليه حافظنا؟ هم كانوا مؤمنين مين هيخش انا مش هخش وده مش هيخش وده مش هيخش. لكن احنا دلوقتي الفتحات دي كلنا شايفينها من اي مكان ما نخش. في جنازه احنا كلنا بنقابل فيها، احنا كلنا عيله واحده بنقابل فيها. عارف هي مصلحه انا ممكن احافظ عليها. عايز تمنع عربيات احنا نمنع والأول على حتى هتتسرق، لأن أصلا الغطيان بتاعته طرف بتتسرق، مش هتسرق يتباع ويوقف قبل ما تركب ترجع. أنا كل الهدف إن عثمان وما يبقاش هنا التخطيط حتى احنا نحافظ عليه. دي الشجر ده لو اتشال الكرة دي كلها تكشف الناس. الشجر الكبير ده بنخاف نمشي بيها في النهار. الحتة دي فيها حضرتك أو يا بطارية وصول كبير وصول كبير وهم تربتين ممكن تلاقي تربتين ولا أنا هقول اولاد المنطقه احنا يجمعوا بعض حدود 4 5 ويجوا يقعدوا مع رئيس الاسماعيليه تحت امر ساعتك. ايه اللي يامن المكان وايه اللي يتعامل لهذا المدافن بتاع نفيشه ماشي. حدد لنا ميعاد يعني عندك ايه؟ اي وقت عدي اليومين دول بتوع الاعياد دي على اول اسبوع اللي جاي ان شاء الله. كل سنه طيبين. يوم الاحد والاثنين ان شاء الله. ربنا عايزين ماشي. احنا عايزين المكان يبقى نظيف من اول وقت. واحنا اي حاجه هنعملها. انا يوم ما جيت هنا كان مقلب زباله يوم ما شفت ما ينفعش. طب انتوا ما عطيتوش الزباله ليه؟ احنا عايزين كده بقى نمنع الزباله الدنيا تبقى منوره. احنا عايزين احنا نلتزم بيها الراجل ده واحنا موافقين. في حاجه ثانيه اتفضل. انما لعلمنا عمك مصطفى معانا الناس كافك شاف واتسرقت مره واثنين وثلاثه واربعه. ده الناس حطت قدامك بنت كتير فوق وسقفين خشب وزرع حواليه بيصرف على الحل. لو المساحه كبيره شويه وقدم وضعهم بحق الكفايه بقيمه اجباريه. هل هو النهارده معاه تصريح بالكلام كله معاه رخص؟ معانا رخص من 93. الرخص دي مع الحي ونشوف او مع المركز ونشوف. ربنا يجزي معاك الصحه. في مشكله ثانيه يا ريس بعد اذن حضرتك. يعني حضرتك هنا احنا منطقه العربه هنا في اخر الشارع. حضرتك برضو بعد اذن عليك لو تكرمت حضرتك تبص بس على الطبيعه كده كده الطريق حضرتك. احنا اهالينا ريس في ثلاجه احنا متضررين عسل والموتور عمل لنا ثلاجه سمك ثلاجه بدون ترخيص. بعد شافوا وزاره الزراعه والقوى العامه ومباحث التومين عيالنا واحنا رجاله رئيس مباحث الاسماعيليه هيقول لك ان احنا كده صالح. لو في مشكله رئيس كلنا بنطلع واحنا تحت امر سعادتك. اللي انت عاوز تعمله امر بس حضرتك والاستاذ عبد الله امر واحنا حضرتك حسب واي حاجه عايزها يعني انا كنت عن الناس اللي هي فاتحه كشاك ونظافه حواليها دي مدرسه وانا حاسس انا حاسس وما يبقاش طبعا ولسه عايز اقول راجع عن عايشه في قلق. شوف الناس دي واصحابهم وانا ما حد في كلمه. ربنا يديم عليك الصحه يا احمد بيه. ربنا سمحت يا فندم في طلب ثاني جنب ده كله عايزين مساعدة بس بقالها بتاع 20 سنة. في ناس بتيجي من العزب كتير بتدفن هنا طبعا بتفضل قاعدة في الشارع. بتفضل قاعدة في الشارع قاعدة قدام البيت وشكلهم مش كويس. فالمضيافة دي مساعدة ربنا. بس ايه المطلوب؟ يعني المطلوب احنا جمعنا وعملنا جمعيات وصبناها وصبوا مش حاضر. خلاص ممكن تبص على جميل.
ساعدونا كان يجوا يبصوا على بتاعت ايه اللي هي هي يا فندم لو قول له خلاص ماشي اتكلم على الثلاجه لا صغيره انا عايز اشتغل اديله مطلعينهم ورنا من المحافظ رقم المحافظ طب ماشي ما خلاص حضرتك هو سيادته اللي حضرتك قلت هو ما ركبتش ليه؟ احنا كلمنا محمد فيه. هو فندم السوق الغنية ليه برضه السوق للمخاطر. هو الأفكار اللي بقى في الوظيفين السوق الكامل السوق حتى الضرر هيحصل السوق بالكامل. ايوه طب ما ده اللي كنا قايلين ماذا ما تعملش لا احنا عاملين سلسلة الإمكانيات اللي هي ايه؟ ايه الموضوع يعني؟ حرمة موت يا جماعة مش لا مش ممر ما ينفعش ده كلام ده حرم اللي يعني كتير يتم ما ينفعش كده وعربيات بتكلم عن عربيات. لا احنا قافلين النهارده عشان بتكلم عن واحد جايب مواشي وماشي بيها، دي حرمة موت ما ينفعش يلف، انما ده يتقفل ويبقى فيه هنا باب وهنا وفي حاجة يتبلغ لو معاه محمول غيره يتقال يفتح الباب اللي جاي منه كده، الكلام يبقى محترم. يا عم اللي عندنا وليد الله بتاع هلال في العربية يا هلال. طارق وهي دي مش الطارق ده هتتشال يا عم هم صور يا اخي بص على النت صور ننظف على العمود ده والبواقي
ايه المنفعه العامه اللي هم محتاجين نعملها؟ بناء على طلبهم هم خلينا اللي هو يعني كان هو كلنا ايه اللي تابع مع المهندس ومع اوامر معالي اوامر معالي ابراهيم باشا برضه يتشاف ويتشاف حق الامر دي من ضمنهم شيخ مهديين معانا سندتهم بره الموضوع ده رئيس الحي عنده المطار انا قلت المحرقه اللي هناك دي تعليمات من مدير الصحه عشان ننقل المحارب كلها للمحافظه بره تمام نتابع ونشوف عشان لو ما جتش تحاول عشان ما تطلعش هنا تتعب خلاص خلينا مع محمد بيهم وعن الساعات اللي لسه عبدالله خلاص في واحد بتاع لغة معانا متعهد ان هيزود بره مجاني باشا باشا بتاع اللغة اهو اي حاجه ونعمل المخلصة هات العربية يا محمد انت هات انت هو فين يا عم الشيخ؟ حتى ابو شحاته هناك كده السواد وبترمي خرطات وبترمي بالخرطات هم بيكسبوا مننا اي نعم بيستعبين سواقين اي حاجه وعملنا محاضر كذا احنا نجيب رؤساء مجال الصغيرة بتاعتهم تمام نعمل بالبلد يسير عليه تمام الشوارع اللي بيبقوا فيها ربنا يخليك يا باشا انت لا جاب بقى الكلام ده خلي حاجه تخليها محاضر في مكان مش عارف ربنا يخليك يا فندم يعني دي ايدينا احنا هنتكلم في هذا عمل منع الدخل بقى في المطار لا طبقا لقانون المداخل اللي عدى 10 سنين خلاص عم عبده انا كلمته خلاص طب بالنسبه للرخص ما هو صاحب كشك يا ريس خلاص راجل كبير كمان هيبهدله يا ريس بقى ربنا ينزل عليك الصحه حلها خلاص هو حلها زي ما انت حلها الله يبارك فيك